متتبعي جريدة اليومية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الماروكان. قبل ما نبداو الحلقة أو الموضوع، بغيت نشكر جميع متتبعي الجريدة، لأن اللي متبع الجريدة عرف أن كان وقع واحد المشكل وغيرنا القناة، وكان إلا تبعنا التسلسل ديال الحلقات ديال الماروكان 130 في 200 في إلى آخره، ولكن الحلقات الأخيرة كان عندها مشاهدة كبيرة، وهذا دليل على أننا تنلمسوا الحاجيات ولا تنلمسوا المواضيع الحساسة اللي تهتم بها المتتبعين والقراء ديال الجريدة اليومية. فتنطلبوا مزيد من الدعم، دير ابوني، فعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد. من بعد ما هضرنا الحلقة السابقة على قمة تشتيت العرب بدل لم شمل العرب، واللي الدبلوماسية المغربية كانت متميزة وسجلت فيها جول رائع، وهنا نقولوا تحية لناصر بوريطة اللي يمثل المغرب أحسن تمثيل. هنا غنرجعوا ونهضروا على القمة ديال المناخ اللي كانت في شرم الشيخ في مصر، وعلى الحضور القوي ديال الدول أو رؤساء وزعماء الدول الكبرى اللي تقدرت بأزيد من 120 قائد أو رئيس دولة، واللي تميزت كذلك بالحضور القوي ديال المغرب ممثل في الأمير مولاي رشيد والأميرة لاله حسنة. وهنا ميساج واضح كان من ولي العهد الأمير سلمان اللي اعتذر على الحضور في القمة العربية بدعوى أنه كان مريض، وأن مريض في ودنه ما يقدرش يطلع في الطيارة إلى آخره، وهي يمكن قدرت بأنها مقاطعة بشكل غير مباشر لهذه القمة. هذه القمة ديال المناخ في مصر حضر لها الرئيس عبد المجيد تبون، واللي كان سبق في بلاغ رئاسي أنهم قالوا غيحضر يومين، هو حضر وهرب في نص الليل، يعني ما كملش حتى القمة. وقبل ما نهضروا على الهروب ديالو الطريقة ولا علاش ولا الحيثيات، الرئيس عبد المجيد تبون حضر اللقاء اللي كان مع الرؤساء أو في الاستقبال أو في ذاك اللقاءات التعارفية ولا التبادل ديال التحايا مع رؤساء الدول. هنا واحد الموضوع اللي أثار نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي هو السلام أو العناق أو البوسة المحبة ولا ما عرفتش نسميوها، اللي كانت ما بين الرئيس الجزائري والرئيس الفرنسي، واللي أثارت مجموعة من ردود الفعل، فيها اللي تيقولوا بأن هي تحية عادية عابرة تتعبر على المحبة ما بين الرؤساء أو البلدين، كاين اللي توصفها بتودد الرئيس الفرنسي من أجل أو طمعا في الغاز ديال الجزائري في ظل الموجة ديال البرد اللي غادي تعيشها أوروبا وانقطاع الغاز الروسي. محللين واحد آخرين شاروا العلاقات اللي تتربط فرنسا والجزائر، وهضروا ان داك الشعارات الفضفاضه اللي كان تيقول الرئيس الجزائري واش غنتعاملوا مع اللي قتل الملايين ديال الجزائريين، وداك الشعارات كلها تتبقى مجرد شعارات وما غتاثرش، لان العلاقه هي علاقه كبيره وتاريخيه ما بين البلدين، او علاقه مصالح او علاقه بحث عن مصالح الفرنسيه على حساب الشعب الجزائري. واللي صدم نظام الكبرانات هو أن رئاسة الوزراء المصرية نشرت الخريطة الكاملة للمغرب. والصدمة الثانية اللي ما عرفناش الوقع ديالها لحد الآن كيفاش دايرة هو أن الرئيس الجزائري شرب آتاي منعنع مغربي وضرب البسطيلة المغربية. واش عرفتوا علاش؟ لأن مصر استعنات بالممول المعروف والمشهور رحال لتنظيم هذا التظاهر. هذا رحال حاول أنه يجند 300 ديال العمال وطباخين وإداريين، ترحلوا أو مشاو لمصر وحاولوا أنهم يعطيوا أحسن ما عندهم لإنجاح التظاهرة، وبينوا حتى الطبخ المغربي والعالمي خلال هذه التظاهرة هذه. وسيدهم تبون ضرب الدكوك المغربية. ودابا من بعد ما رحال الممول المغربي المعروف اللي هو اللي نظم هذه التظاهره، راه شركنا الطعام دابا نتمناوه يحتلك في الركابي. وكشفات مصادر جد مطلعه على البرنامج الماروكان ان الرئيس الجزائري هرب في نص الليل،
وانه قال لك شعر بالاهانه لان الرئيس السيسي ما استقبلوش في المطار، ما كبرش به. حتى في الصوره اللي داروها زعماء ديال الدول قرصوا انه في الصفوف الاخيره، رغم انه عطى شي 500 مليون دولار شي حاجه عطاها باش يعاون مصر، كانوا يمكن طامع في انه يحظى باستقبال كبر من هذاك، ولكن زعيم نظام الكبرانات لقى راسو في اهانه او اعتبر راسو مهان ما بين زعماء ديال الدول، وفضل انه يهرب في نص الليل على انه يبقى تما. مع هروب خايب السميه في نص الليل طلع الجينيريك.